السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي تالتة ثانوي الدفعة الجديدة 2025. يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في أي حاجة صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى ببساطة جاي أوضح لك تفاصيل الشغل بتاع المنصة والأونلاين عندنا، علشان في كذا سؤال جالنا على واتساب التيم هوضحه لك، وكمان حاجة تانية هوضح لك النظامين بتوع السنة الجديدة 2025 اللي احنا هنشتغل عليهم، رغم ان احنا كنا عاملين فيديو حجز قبل كده، بس هوضح لك الدنيا عشان في ناس كتير دخلت سألت على واتساب التيم. والأسئلة اللي جات لنا: لو عندي مشكلة في الفرنساوي هل حد هيتابعني؟ هل هعرف أسأل حد وحد يرد عليا؟ طيب لو عندي مشكلة في المنصة، نسيت الباسورد، المحاضرة مش عاوزة تفتح، مش عارف ادخل الكورس بتاعي بعد ما اشتركت فيه، هل حد هيدور عليا؟ هل حد هيتابعني؟ هل حد مش هيتعصب عليا ويتابعني بالراحة ويفهمني كل حاجة؟ طيب تالت حاجة، لو انا دلوقتي اشتركت معاكم وبدأت محاضرة والتانية والتالتة، او بدأت اول كورس وبعد كده نمت وشخرت، هل حد هيكلمني؟ هل حد هيتابعني؟ ولا مجرد اشتراك وخلاص ومش هتشوفوني تاني؟ هوضح لك الثلاث اسئله دول، لان الثلاث اسئله دول اهم اصلا من المنصه عندنا. لان انا كسعيد جمال اللي هو ميسيو سعيد جمال يعني، تمام، مش بوضح لك ان انا مدرس جامد، لا، انا بقدم لك سيستم منصه كامله، انا جزء منها، والتيم بتاعنا الجميل بيكمل المشوار عشان نوصلك ان شاء الله تجيب 40 من 40 في الاخر. طيب اول حاجه، انت كده قلت لي تفاصيل المنصه والاونلاين وهنعمل ايه. طيب ما قلتليش يعني النظامين بتوعنا. اول نظام تقدر تشترك في الاشتراك الشهري. دلوقتي انت عندك نظامين، تقدر تشترك في الاشتراك الشهري او الاشتراك السنوي. اول حاجه خلينا في الاشتراك الاشتراك السنوي. الاشتراك السنوي ده حاجه اسمها كورس القنبله. هو اسمه قنبله ليه؟ طيب علشان فيه تفاصيل كتير تحس ان هو قنبله والدنيا هتنفجر وعروض كتير كمان. كورس السنه كامله ده يا صديقي انا هوضح لك منهج سنه ثالثه والمراجعات وليالي الامتحان اللي هيتم ان شاء الله. منهج سنه ثالثه ثانوي ان شاء الله 5 اجزاء. اول جزء فرم التاسيس سنه اولى وسنه ثانيه، وهقول لك ليه مهم دلوقتي. يبقى فرم التاسيس رقم 1. معسكر التأسيس هندغدغ منهج سنة أولى وسنة تانية ونحل عليه من 500 ل 750 سؤال. طيب تاني جزء الوحدة الأولى، بعد كده الوحدة الثانية، بعد كده الوحدة الثالثة، بعد كده الوحدة الرابعة، والأربع وحدات دول موجودين في منهج سنة ثالثة ثانوي. يبقى المنهج كده أنا فهمت كده منك ميسيو، الحمد لله استفدت إن منهج سنة ثالثة الفرنساوي 5 أجزاء. الحمد لله. كل جزء من دول يا صديقي هنشرحه شرح من الصفر، وهنحل عليه من 500 ل 750 سؤال كل جزء. طيب كده انت عندك العرض كامل. هتشترك في العرض كامل ده اللي هو من السنه كامله، من اول ما تسمع الفيديو ده لحد يوم الامتحان ان شاء الله. حلو، المحاضرات تفضل مفتوحه معاك ما بتقفلش، وحد بيتابعك، وهقول لك ازاي دلوقتي. يبقى دلوقتي المعسكر من الصفر حرفيا. طيب هنحل فيه اكتر من 4000 سؤال، ده كمنهج ومراجعات، ما بالك بقى بعد المراجعات بامتحانات شوامل، امتحانات ثانويه عامه، تريكات، في حاجه اسمها الخلاصه بنعملها في الاخر، كل الكلام ده. طيب اشترك بقى في عرض السنه كامله. لو انت اشتركت ان شاء الله في عرض السنه كامله اللي هو 5 اجزاء منهج، بعد كده هيشمل المراجعه النهائيه، بعد كده ليله الامتحان او ليالي الامتحان حسب ما هنقسمها، سواء جزء او 2 او 3، او هنعمل لك ليله الامتحان في محاضره واحده. يبقى كورس السنه كامله، كورس القنبله، لو اشتركت فيه يا صاحبي شامل معاك منهج بحل بكل حاجه، شامل معاك مراجعات نهائيه، شامل معاك ليالي الامتحان. اول ما تشترك معانا ان شاء الله وتكلم التيم بتاعنا اللي هنسيب لك لينك المنصه ولينك الواتساب التيم تحت في الديسكربشن، تقدر تتواصل معاهم. حلو، انت تلاقيك تواصلت معاهم عشان احنا عاملين الفيديو ده عشان انت كلمتنا اصلا. اول لما تشترك هنا هتدخل هتلاقي الكورس كامل على المنصه. اول ما تدخل هنا مش هتخرج تاني ان شاء الله غير لما تخلص امتحان، هتلاقي كل حاجه نازله لك. 5 اجزاء منهج، مراجعات نهائيه، بعد كده ليالي الامتحان، كل حاجه فيها حل، كل حاجه فيها تريكات، كل حاجه فيها تظبيطات هتلاقيها معاك. طيب لما بتشترك في عرض السنه كامله بنديك الكتاب هديه، لان انت راجل وفرت مجهود ووفرت وقت واشتركت في السنه كامله، بنديك هديه كادو من عندنا الكتاب. الكتاب ده شامل ايه؟ شامل السنه كامله. شامل منهج سنه اولى وسنه ثانيه والحل بتاعهم، شامل 4 اجزاء منهج سنه ثالثه، وشامل جزء المراجعات النهائيه. مش هتحتاج اي حاجه غير لو في الاخر كده، اخر 3-4 شهور، اخر كام شهر، ادينا لك بس كام PDF تحل فيهم، ادينا لك كام PDF تظبطهم بس. لكن الكتاب هتاخده من هنا لحد الامتحان ان شاء الله، مش محتاج اي حاجه تاني. حتى لما بيبعت لك في شركه شحن ويوصل لك لحد باب البيت، لو اتاخر عليك يومين 3 انت بتبقى مبسوط، لان ده كتاب سنه كامله، فانا مش فارق معايا، ده هيفضل معايا سنه كامله، ولا هشحن كتاب تاني، ولا هدفع فلوس تاني، ولا هعمل اي حاجه تاني. ده كان بالنسبه لعرض السنه كامله لو اشتركت فيه مره واحده. طيب بالنسبه للعرض التاني اللي هو بقى الشهر. حلو، كل جزء من الاجزاء اللي احنا قلنا عليها تقدر تشترك فيها بالشهر. مثال، اول جزء اللي هو فرم التاسيس سنه اولى وسنه ثانيه 2025، هنعمل فيهم ايه يا ميسيو دول؟ اقول لك انا، فرم التاسيس ده اول جزء. ليه لازم نفرم التاسيس؟
نفرم التاسيس علشان منهج سنه اولى وسنه ثانيه مهم جدا وبيجي عليه حاجات كتير قوي في الامتحان. اخر وخير دليل على الكلام بتاعي اللي هو 2024 كلمات المنهج بس كانت 390 كلمه، يعني كلمات الامتحان 390 كلمه. جه من سنه اولى 210 كلمه، من سنه ثانيه 67 كلمه. طيب من سنه ثالثه 113 كلمه بس. شوف بقى كفه سنه اولى وسنه ثانيه اكتر ازاي؟ اكتر. طيب القواعد، الجرامر جميل، 11 سؤال قواعد، 3 من سنه اولى 3 من سنه ثانيه، يبقى كده 6 اولى وثانيه اهو. بعد كده 5 بس من منهج سنه ثالثه، يبقى كفه اولى وثانيه اكتر برضو. ده غير ان انت اصلا عموما يعني بالراحه كده لو معاك بيت 5 ادوار، احنا اتفقنا المنهج 5 اجزاء، الفرنساوي 5 اجزاء، 5 ادوار، هتنفع تنط الدور الخامس؟ ينفع تنط الدور الثالث؟ ينفع تنط الدور الثاني مره واحده؟ ما ينفعش، لازم تبدا بالسلم او تبدا بالدور الاول. ليه؟ عشان الدور الاول ده خليني اوصل للاخر وانا مرتاح، بس الموضوع سهل جدا. لازم تبني، عشان كده اسمه فرم التاسيس، واحنا مش عاملينه كده من فراغ. طيب خلاص يا ميسيو، الحمد لله عرفنا قيمته، وعرفنا ان كل الاسئله بتيجي من هنا وبتيجي من هنا، وده جزء تراكمي لا غنى عنه. ايوه الله ينور عليك. طيب واشترك ازاي في العرض الشهري؟ هتكلم التيم برضو، هتشترك في جزء من الاجزاء، كل جزء من الاجزاء اللي قلنا عليها هتشترك فيها بالشهر. سهل جدا جدا جدا، مفيش اي مشكله. زي ما تقول انا بصور وفي طياره تقريبا معديه من فوق بتفكرني بايام الجيش. تمام. حتى لو بص بستغرب في ايه. حلو. يبقى لو انت اشتركت في فرم التاسيس، بعد كده وحده اولى، بعد كده وحده ثانيه، بعد كده وحده ثالثه، بعد كده وحده رابعه، بعد كده تشترك في مراجعات النهائيه وهكذا. الموضوع سهل جدا. بدل ما تشترك في عرض السنه كامله، لو انت حابب تشترك بنظام الشهر هتعمل ايه؟ تشترك في نظام الشهر عادي. طيب الكتاب بتاخده، بتدفع بقى حق الكتاب لوحده، ثمن الكتاب، سعر الكتاب لوحده. ليه؟ لان لما كنت بتشترك في عرض السنه كامله كنا بنديك الكتاب هديه لان انت اشتركت في سنه كامله، لكن هنا لما تشترك شهر هنديك الكتاب لو حابب تطلبه. بس الموضوع سهل جدا وما فيهوش اي مشاكل. طب بالنسبه للاسئله يا ميسيو اللي انت قلت عليها في الاول، الاسئله لو عندك اي مشكله في الفرنساوي تكلم واتساب التيم بتاعنا، انت بتشترك معانا. لو عندك اي مشكله في الفرنساوي في تيم كامل للفرنساوي بيرد عليك. لو جايب ورقه من كتاب خارجي، لو عندك كام صفحه كده جايبهم من كتاب خارجي وعايز تحلهم، عندك كام سؤال مش عارفهم من كتاب او من مذكره مدرس معين، لو عندك الكتاب بتاعنا فيه صفحه او صفحتين، سؤال او سؤالين، 10 اسئله او 20 سؤال مش عارف تحلهم، تيم الفرنساوي حد موجود الصبح حد موجود بالليل بيرد على اسئلتك بس. جميل. طيب تاني حاجه لو عندي مشكله في المنصه نفس الكلام، حد موجود الصبح حد موجود بالليل على تيم المنصه، قاعد بس متفرغ كده. لو حد عنده مشكله في الباسورد يغيرها لك، حد نسى الكلمه عايز يغير الحساب بتاعه، عايز يفتح من التليفون، عايز يفتح على الايباد عشان الشاشه كبيره، عايز يفتح عشان التابلت كبير يبدا يذاكر، عندك اي مشكله المحاضره قافله معاك مش عارف تذاكر مش عارف تبدا منين، هي المحاضره النهارده نزلت ولا ما نزلتش؟ طيب احنا عندنا سيستم كمان جميل، المحاضره اللي بعد كده ما بتفتحش لما تحل اختبار المحاضره اللي قبلها. مثال النهارده في محاضره لازم تذاكرها، تحل الاختبار بتاعها عشان تدخل المحاضره اللي بعدها، فبرضه هتكلم تيم المنصه وليه ده ما فتحش معايا. كل ده على رقمنا اللي هو 012 02 15 80 24 اللي هو في الديسكريبشن تحت. حلو قوي، الموضوع سهل جدا جدا جدا. طيب بالنسبه بقى انا لو اشتركت ونمت حد هيدور عليا؟ انت اصلا مش هتلاقي حد، يعني مش هتراقب اصلا، مش هتلاقي، احنا مكتفينك يا صديقي. ليه؟ في تيم الدعم النفسي بيرن عليك مرتين في الاسبوع. ايوه يا فلان، مثلا المحاضرات بتنزل سبت وثلاث، حلو، هتلاقي حد بيرن عليك حد ولا اربعاء، ايه يا ابراهيم، ايه يا علي، ايه يا سعيد، ما ذاكرتش ليه؟ طب هنقفل عليك المحاضره خلي بالك، طب ذاكر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب طب النهارده، طب بكره، طب خلاص اوكي هنستناك، لو ما ذاكرتش هنبلغ المنصه تقفل عليك المحاضره. كل ده هتلاقي حد بيتابع معاك، هتلاقي الموضوع سهل جدا، مش بيضغطوك كمان، بالعكس ده بيشجعوك، لان تيم الدعم النفسي ده بيتواصل معاك بس وظيفته الو الاخبار عامل ايه؟ ذاكرت المحاضره امبارح؟ حليت الاختبار؟ تمام الحمد لله خلاص. طب عندك مشكله؟ والله مش عارف اذاكر، عندي مشكله مش عارف في الحته الفلانيه، خلاص كلم كذا تيم الفرنساوي هيحل لك الحته دي، بعد كده ابدا ذاكر. طب والله انا كان عندي حاله وفاه لا قدر الله، طب انا تعبان النهارده، طب عندي ضغط في الدروس، خلاص ذاكر بكره، ذاكر بعده. طب الاسبوع كله ما ذاكرتش وتراكم عليك محاضره مثلا، هتعمل ايه؟ تيم برضو الدعم النفسي هيديك حل، هيقول لك خلاص انت مزعل نفسك ليه؟ اديني الجدول بتاعك مثلا في 3 ايام ضغط وفي يومين راحه شويه، خلاص طب ما ايه رايك تاخد المحاضره في اليومين دول؟ ايه رايك تحط الساعه بتاعه المحاضره في النص في اليوم ده، او تحطهم في يوم الجمعه، او تحطهم في يوم الثلاث، مثال يعني. فهيديك خطه اصلا تذاكر، هيديك من خبرته لانه هو راجل خلص كليه وشغال معانا وبقى عنده خبره وعاشر دفعه كتير قبل كده، فهو بالنسبه له بيديك حل فانت امشي وراه.
وفي نفس الوقت هيساعدك لو مش عارف تذاكر اصلا في المواد التانية، مش عارف تنظم وقتك، هيظبط لك الدنيا. فده بما يرضي الله، بما يرضي الله حرفيا، مش عشان نجيب اشتراكات او عشان نجيب شغل على المنصه. الحمد لله احنا معانا طلبه كتير جدا 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 جدا، وبنسعى السنه دي ان احنا نجيب تارجت جامد جدا، وهنوصل له باذن الله، وهنبقى افضل منصه على مستوى الجمهوريه، وافضل مدرس فرنساوي في مصر ان شاء الله. طيب كده انت وضحت لك كل حاجه باذن الله، والموضوع سلس وبسيط زي ما انت شايف. احنا بنتكلم كاصحاب كاصدقاء مع بعضينا. حلو، الموضوع كده سهل. انت المطلوب منك ايه؟ لو حابب تشترك معانا تكلم واتساب التيم. شكرا، مش مطلوب منك اي حاجه تاني. انا تعبت. السلام عليكم. عليكم السلام. باي باي.